خطيبي كيتباني بلوكاليزاسيون باش يحصلني. واش هادشي عادي؟ انا 33 عام وخطيبي حتى هو 33 عام. حنا مع بعضياتنا هادي 7 سنين وكنوجدوا باش نتزوجوا في 2026. ولكن مؤخرا بدا كيجيني الشك وكلشي بدا كيتخلط عليا حيت المشاكل اللي كنت كنحسها بصافي تحلوا رجعوا كيتكرروا من جديد. حنا دايرين بارطاج الموقع ديالنا بيناتنا، ومره التليفون ديالي ما كيبغيش يدير ابديت عنده، وحتى هو كيوقع له نفس البلان في تليفوني وكيبان بحال الا طافيه لوكاليزاسيون. شحال هادي كان كيتعامل مع هذا البلان بطريقه خايبه بزاف، كيزرب في الاحكام وكيبدا يتخيل بلي راه كندير شي حاجه خايبه موطورو. هضرنا في هذا الموضوع بزاف وشرحت ليه بلي رده الفعل ديالو فاش كيوقع هذا المشكل التقني ماشي مقبوله، وخاصو يثيق فيا انا الاولى. هاد المده الاخرى كانت الامور غاديه مزيان وهكا كنت كنحسن. اليوم مول الخدمه دزت لواحد السوبر ماركت باش ناخذ شي حوايج، كنت ناويه نزرب باش نمشي نروح دغيا، داكشي علاش خليت التليفون في الصاك وما هزيتوش في يدي. وانا غاديه كنسمع واحد الصوت، عيط بسميتي، تصدمت فاش لقيت خطيبي قدامي. كنت فرحانه فاش شفتو حيت ما كنتش معوله عليه، ولكن ديك الفرحه ما دامتش. دغيا عقت بلي هذا اللقاء ماشي صدفه. وجهه كان مقلوب وسولني علاش ما كنجاوبش على التليفون. ما كنتش عارفه بلي راه كيصوني حيت التليفون كان وسط الصاك ومع الصداع ديال المارشي ما سمعتوش. فاش جبت التليفون باش نوريه بلي راه كان في الصاك لقيت بلي عيط ليا اكثر من 10 المرات، مكالمات عاديه وابل فيديو. قال لي بلي اللوكاليزاسيون ديالي كانت طافيه، وريتو التليفون باش يعرف بلي راها شاعله. واصلا هادشي ماشي منطقي حيت كون طافيه اللوكاليزاسيون كيفاش كان غيعرف بلي راني في هذا السوبر مارشي بالضبط. بقى تابعني ساكت وانا كنكمل القضيه ديالي حتى خلصت. خرجنا بكل برود، كل واحد ركب في طوموبيلته ومشى، وهو كيشوف راسو ما دار حتى شي حاجه غلط وكيقول بلي عنده الحق حيت صحاب ليه كاين شي حاجه بما انه اللوكاليزاسيون ديالي طفات وما كنجاوبش. انا دابا شاعله فيا العافيه وحاسه بلي ما عندوش الحق يتعامل معايا بهذه الطريقه. هادشي ماشي صحي، هادشي تحكم وسيطره وانا ما كنستاهلش هاد العيشه. واش شي حد وقع ليه بحال هادشي مع شريك حياته؟ واش قدرتوا تجاوزوا هاد المشكل؟ واذا لا كيفاش جاتكم الشجاعه باش تزيدوا لقدام وتخليو كل شيء وراكم؟